مساء الفل. الفترة اللي فاتت كانت حافلة بسيشنز كتيرة وكوتشنج سيشنز وأسئلة لناس كتير. أنا عايزة أتكلم عن تجربة شخصية مع الكوتشنج سيشن، سواء أنا باخدها من حد أو سواء أنا بديها لحد. الكوتشنج سيشنز بنقعد نفكر فيها وبنقول فيها بلانز، وبنحاول نرتب افكارنا، نرتب دماغنا تستوعب. لو انا عندي مثلا مشكلة في شغلي، عندي مشكلة مع مديري، عندي مشكلة مع زمايلي، بنحاول ان احنا نخرج في الاخر باقصى استفادة ممكنة. مجرد ترتيب افكار، ازاي اتعامل مع الموقف، ازاي اخطط ان انا افضل مستمر في في النجاح مثلا في شركتي الحالية، وده ما يأثرش على الأداء بتاعي في نفس الوقت. اخد انتاجية كويسة واطلع بريزلتس كويسة لشغلي، اطلع بريزلتس كويسة في علاقتي مع الناس، في علاقتي مع مديري، في علاقتي مع زمايلي. ازاي ان انا افويد الحاجات التوكسيك، وان انا بس اركز على الحاجات البوزيتيف اللي باخدها من شغلي، لان كده كده كل شغل مليان السلبيات والمشاكل بتاعته. بس اكشلي اللي انا لقيته ان بعد اي كوتشنج سيشن احنا بنكون خارجين بنبقى عايزين نكسر الدنيا، زي كده ما نسمع شوية كلام بوزيتيف او كلام بتاع التنمية البشرية اللي كانوا بيقولوا عليه زمان ده، وابقى خارج متحمس وعندي طاقة ان انا ادي واعمل والجو ده وانتج في شغلي اكتر. بس لما بنزل تاني على ارض الواقع واشوف، بحس ان الفاليو بتقل. برجع تاني اعيش في نفس الدايرة اللي كنت موجود فيها قبل كده. بيجيلي بعد كذا كوتشنج سيشن الحمد لله عملتها بوزيتيف فيدباك، وببقى مبسوطة جدا لدرجة ان انا بطلب مثلا ريكورد للكوتشنج سيشنز، او انا ممكن اعمل لها ريكورد لو جايالي انا دايركتلي. لان ببقى عايزة اشوف الامباكت بتاع كلامي على الناس عامل ازاي. فاكتشلي انا نفسي بتحمس، يعني ببقى مبسوطة جدا لما ببقى شايفة الكلام ده قدامي. بس انا زي اي حد برضو بخرج من الكوتشنج سيشن، اه بيبقى عندي بوزيتيف انرجي، وببقى عايز انجز، وببقى عندي طاقة ان انا ادي كتير في الشغل وكده. بس بوصل برضو بعد شوية ان انا مجرد ما بشوف المشاكل تاني، مجرد ما بشوف الاحباطات قدامي تاني، مجرد ما بسمع كلام سلبي يضايقني تاني، بستep باك، برجع تاني. طيب، ايه الحل بقى؟ ان انا احافظ على الانرجي بتاعه الكوتشنج سيشن بعدها عشان استمر. انا في الاول وفي الاخر لما بدور على حاجه زي دي بيكون كل هدفي ان انا اخد ان انا اخد دفعه، ان انا افضل مكمل مثلا في الكارير بتاعي، افضل ادور على على الريزلتس اللي انا بعملها، ايه الامباكت بتاع الشغل بتاعي عليا انا، سواء على البيرسوناليتي او على الكارير ديفلوبمنت بتاعي. فانا في الاول في الاخر مهم ان انا اوصل لامباكت كويس. من تجربة شخصية جدا جدا، عشان اخرج بفاليو كويسة من الكوتشنج سيشن، كنت بكتب ايه هي البوزيتيفز وايه هي النيجاتيفز، واسيبها قدامي دايما، بالذات البوزيتيف اقوم بروزاها كده وسايباها قدامي. كنت طول الوقت لما كنت بنفذ الكلام اللي بقراه في الكتاب بتاعت كنت بقرأ كتب اللي هي ازداد ثراء بقى بقوة عقلك الباطن، او تأثير عقلك الباطن على حياتك المهنية والحاجات دي. كان بيعتمد على ان انا لما انفذ فكرة افضل اكررها دايما، وافضل سايباها قدامي، وافضل عشان تبقى دماغي مشغولة بالفكرة دي. فكانت نتيجتها ايجابية جدا لما كنت بعمل مثلا ستيكي نوتس قدامي بالحاجات اللي انا عايزة اعملها. لما كنت بعمل نوتس واسيبها في الشنطة بتاعتي، او اكتبها واسيبها في نوت بوك في الشنطة بتاعتي، كانت بتجيب نتيجة كويسة. لما افضل طول الوقت اسمع ما انت مش طول الوقت هتروح تاخد كوتشنج سيشن، وفي ناس ما بتقدرش اصلا تاخد كوتشنج، او مش طول الوقت هتقعد مستني من الناس ان هي تنصحك، ومستني من الناس ان هي تديلك فيدباك لما تتكلم معاهم وتحل مشاكلك والحاجات دي. فانت مش طول الوقت هتلاقي السبورت اللي انت محتاجه. فعشان كده
انت محتاج تعمل لنفسك السيلف اويرنس ده، ان انت يبقى عندك السبورت او تبقى سيلف موتيفيتد لنفسك اصلا. هتجيبه ازاي؟ هتجيبه من البوزيتيف بودكاستز اللي ممكن تسمعها، اي بودكاستز ايجابيه تسمعها. هتجيبها من قرايتك لحاجات كتير تنظم لك افكارك اكتر وتنظم لك خطواتك اكتر. هتجيبها لما تروح من وقت للتاني تعمل اعادة تقييم للستبس بتاعتك وهي كويسة ولا لا، وايه اللي ممكن احسنه وايه اللي مش ممكن، ايه اللي ممكن اشتغل عليه في المرحلة الجاية وايه اللي المفروض احافظ عليه. فلو عملنا كل الخطوات دي، مش ضروري طول الوقت هتكون محتاج كوتشنج من حد، مش ضروري طول الوقت تكون محتاج ادفايس من حد، بس لما الحاجة بتيجي منك انت internally بتكون valuable اكتر. ليه؟ لان انت اكتر واحد تقدر تحكم على الموقف وعلى الظروف. الموقف والظروف بتاعتك انت اللي عايش فيها، وانت اللي ادرى بامكانياتك ايه، وانت ادرى بايه هي دوافعك وايه هو اللي وراك وايه اللي عاوز تنجزه وايه اللي ممكن تأجله بعد شوية. فمش كل اللي هيديلك ادفايس ومش كل اللي هيعمل معاك كوتشنج هيبقى عايش حياتك انت بس اللي عايشها. فعشان كده السيلف awareness او السيلف موتيفيشن مهم جدا. فمش دايما هنلاقيه مع الناس، الافضل ان احنا نخليه حاجة جاية من جوانا. فدي كانت تب بسيطة كده او ادفايس سريعة كده من خلال الادفايسز اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت، سواء انا خدتها او سواء اديتها لناس كنت بتعامل معاهم. ان دي نوت مهمة جدا لازم كتير ياخدوا بالهم منها. باي.